في فترة غزو المانشو الثاني لكوريا تم القبض على ولي العهد الأمير سوهيون وتم نقله للصين اللي كانت تحت حكم أسرة تشينغ، وبعد 8 سنوات رجع لجوسون في كوريا لكنه مات بعد شهر بالسم. اتهموا زوجته بتسميمه وحكموا عليها بالإعدام، وتم إرسال أبنائه الثلاث للمنفى. توفى 2 وظل الأصغر، وحصل صراع سياسي للسيطرة على السلطة حول نصف الناس لعبيد لأسباب بسيطة مثلا الوقوع في الديون أو لأسباب سياسية. بيبدأ المسلسل بثلاث أشخاص، دايجل والجنرال تشوي وثالثهم وانغ سون، امتهنوا صيد العبيد وإعادتهم لمالكينهم مقابل المال. وبنشوف شخص اسمه إيبوك ومعاه مرة وبنت عمرها 13 سنة بيتفق مع عبد آخر لتهريبهم. بدخل دايجل وأصحابه على الحانة وبتعرف عليهم من خلال الصورة، وبيشتبك معهم هو وفريقه بيسيطروا عليهم. والمرة بدها تقتل بنتها لإنقاذها إنها ما تقع فريسة للاستغلال الجنسي من مالكها، لكن دايجل بمنحها وبيعرض عليهم صورة لبنت إذا بيعرفوا مكانها راح يطلق سراحهم ويأمن لهم كمان طريق لبر الأمان، لكنهم ما بيعرفوها. وفي الليل دايجل بكون صافن في النار وبرجع فلاش باك بكون محاصر بالنار، وواقف قباله العبد اللي بدور عليها موجودة بالصورة وهي بتبكي وواقف جنبها أخوها. وفي الأثناء هاي تستعطف المرأة إنه يطلق سراحهم، وبكون إيبوك حمل الحجر وبده ينقض عليهم. بيعرفها دايجل على حاله وطبعا برتعد خوف، وبتراجع إيبوك عن اللي براسه لأنه دايجل معروف بسمعته سيئة وما في رحمة بقلبه. بيسلمهم ثاني يوم لرئيس الشرطة وباخذ فلوس مقابل إعادتهم. وعلى جانب آخر من المدينة بنشوف العبد سونغ تايها بيشتغل في اسطبلات الجيش، وبنشوف الجنرال هوانغ بدرب في الجنود. وبسترجع تايها الماضي لنعرف انه كان جنرال وحارب جنبه لجمع هوانغ، لكنه خان صديقه تايها ووقع تايها في العبودية واصبح اعرج. وهوانغ بيطلع على ظهره ليركب على الحصان، وايبوك بتم تعذيبه ووشم على وجهه وشم العبودية. وبيعلقوا المرة اللي كانت معه. وبنشوف دايجل مع عدوه اللدود اوني جي هو اللي كان معلم دايجل في السابق، وبيحكي لدايجل انت الجرو اللي ربيته، وبيعرض عليه يرجع يشتغل معه، لكن دايجل بيحكي له كيف النمر يشتغل عند كلب. والبنت الصغيرة بقدمها مالكها لابوه العجوز للتسلية. بيجي دايجل وبخلص عليه وبفك المرة وبهرب فيهم، وبكشف عن وجهه وبعطيهم فلوس ليهربوا. وهو ماشي برجع بذاكرته مع العبد أونيون، وكان شاب نبيل ووقع بحبها، وكان يحمي قطع الأحجار عشان يدفيها، لكن أخوها بقتل أبوه وبولع بالمكان وبضرب دايجل بالمنجل، وأونيون بتبكي عليه. بنرجع للحاضر وبدخل وانغسون على دايجل وبحكي له عرفت مكان العبد أونيون. دايجل بنصدم ومش مصدق، وبنشوف أونيون في حفل زفاف إلها على اللورد تشوي. بركب دايجل الحصان وبسرعة البرق بنطلق لحب حياته وهو مش مصدق، وبسترجع ذكرياته مع أونيون. وبس يصلب وبده يحط ايده عليها وقلبه بدق، بيطلع رجل وبكون اوني جيهو وعصابته نصبين له كمين، والرجل ببادر دايجل بالضربة الأولى، ودايجل بكون مصدوم بإحساسه بخيبة الأمل. وانغسون وتشوي بحسوا بتأخر دايجل فبيعرفوا انه واقع بمشكلة وبتحركوا باتجاهه، ودايجل صحي من الصدمة ونزل فيهم ضرب هستيري كأنه لبسه جني. بيوصل لأوني جيهو وضربه وبده يخلص عليه، بيرمي تشوي الرمح وبمنعه، وبدخل هو وياه في قتال شرس. وانغسون بتدخل بيناتهم، وبنروح لأونيون بدخل عليها أخوها وبطلب منها إنها ترمي الماضي خلفها وتعيش الواقع وتتذكر كيف إنهم بتخلصوا من العبودية، لكن عقلها بمكان ثاني وبتستذكر حبها لدايجل اللي لسه محتفظة بقطعة من الحجر. فبتهرب ليلة عرسها وبتلبس لباس رجل، وأخوها بكلف شخص يجيبها بأي شكل، وزوجها بكلف البنت هاي لإحضارها كمان. وفي شخص بطلب من الفنان رسم نسخ من صورة بتمثل الفظائع اللي ارتكبت بين الأطفال في جيجو. وأحد الوزراء بقدم الصورة للملك، وإنه العلماء بدهم يتقدموا بعريضة للملك اطلعوا على مؤامرة تسميم الأمير، وأبنائه ما ظل غير الأمير الصغير سيوك. لكن لي يونغ مستشار الدولي اليساري بيحكي إنه هذا الكلام ما له أي قيمة، وإنه عبارة عن وباء انتشر في المدينة، وبنعرف إنه نواياه شريرة. وبكون في جلسة سمر وشارد الذهن بتنتبه محظية المستشار وبتحكي له إذا كان شخص هو المشكلة اقتل الشخص وبتنحل المشكلة. وبالفعل بكون في مجموعة من النبلاء بكونوا مجتمعين وبناقشوا أمر الرسومات. بدخل عليهم جنود وبلقوا القبض عليهم وبقدموهم للتعذيب والاستجواب، وبتهمهم المستشار بالتآمر ضد الملك وإثارة الشعب بنشر الصور. وواحد من العلماء بعطي سونغ تايها رسالة سرية، وفي الاسطبل مجموعة من العبيد بخططوا للهروب بالليل وبيستثنوا تايها لأنه أعرج وأبله بنظرهم. وبالليل تايها بطول الرسالة وبقرأها، وبتكون من الأمير سوهيون كاتبها
قبل ما يموت، وببلغ تايها انه اذا وصلتك الرسالة بكون تم اغتيالي. بتعيد الرسالة لتايها ذكريات من الماضي عن الحرب قبل ما يتم جر الامير لتشينغ. طلب الامير من تايها انه يروح معه، لكن تايها فضل القتال حتى الموت على الوقوع في الاسر. ولما تم اخذ الامير كان تايها براقب من على سفح جبل. بنرجع للحاضر وبكمل تايها قراءة الرسالة واللي عليها دم الامير، وطلب منه انقاذ الامير الصغير. وبشوف الصورة اللي فيها المذبحة والناجي الوحيد هو الامير الصغير. بسحب سيفه اللي مخبيه في الاسطبل وبستعد للمهمة. عبيد الاسطبل بحاولوا يهربوا وبمسكوهم الجنود. بظهر تايها وبحكي لرئيس الجند انا كنت بدي اهرب لحالي بس غيرت رأيي وبدي اخذ معي العبيد. وبهجم على الجند وبخلص عليهم واحد تلو الاخر. وبتضح انه ما كان اعرج. بهرب العبيد وبتخبى تحت الجسر لحتى تهدى الامور. وثاني يوم رئيس الشرطة بطلب من دايجل انه يلقي القبض على تايها والعبيد اللي معه. بسأل تايها مع العبيد لحقل اللي سرعان ما اختلفوا معه وبدهم مش ينفذوا رأيه بينهم يعكسوا اتجاههم ويرجعوا لإرباك مطاردينهم. بقرروا ينفصلوا عنه ويكملوا طريقهم للأمام. بيستعد تايها للمغادرة بلمحوا دايجل. العبيد بهربوا وتايها بظل ثابت ودايجل بركض بالحصان باتجاهه وهو مستل السيف. وبيجي بده يضرب تايها بقفز من فوق السيف وبوقع دايجل عن الحصان. ودايجل بتفاجأ بشخصية الرجل اللي بيواجهه والاثنين بتراشقوا نظرات التحدي وببدأ الهجوم. على الناحية الثانية بتمكن تشوي ووانغ سون من الامساك بالعبيد الفارين. وبدخل تايها ودايجل في قتال شرس وبتمكن تايها من جرح دايجل. في اللحظة هاي اوني جي هو وعصابته برشقوهم بالسهام. تايها بحاول يتفادى السهام لكنه بنصاب بسهم. والجنرال تشوي بوقف اوني جي هو بانه حط الرمح على رقبته. بتمكن سونغ تايها من الهرب ونزع السهم وكان على وشك الانهيار. وهوانغ بدأ بتعذيب العبيد اللي كانوا مع سونغ تايها وعرف منهم انه ما كان اعرج وكان بيدعي الضعف. والجنرال تشوي بنصح دايجل انه ينسى قصة ملاحقة تايها لانه عرف انه كان ضابط في الجيش وملاحقته راح تدخلهم بقصة وهم بغنى عنها. لكن دايجل اخذها بشكل شخصي لانه عمره ما تعرض للهزيمة ولازم يعلم على تايها. بيوصل تايها لقبر ولي العهد وبنحني امام سيده السابق وبسترجع الماضي. وبنشوف سونغ تايها بقود مجموعة من ضباطه لانقاذ الامير اثناء نقله للصين. نصب تايها وضباطه كمين لفوت جنود تشينغ لكن الامير منع تايها. وبيعرف تايها من الامير انه راح يروح عن طيب خاطر لتشينغ ليتعرف على اعدائه عن قرب حتى يتمكن من هزيمتهم. تابع دايجل ورفاقه ملاحقة تايها وبتقابلوا مع سورا الراقصة اللي بتنضم للفريق للقيام بأعمال الطهي وخلافه. وببدأ مجموعة من العبيد ومن ضمنهم إيبوك بيلتقوا بالسر وعقدوا اتفاق لبدء ثورة العبيد بحيث يقتلوا النبلاء لأنه موت النبلاء بيعني تحررهم من العبودية. وبكون مع إيبوك بارودة وبكون ماهر في استخدامها. وأول هدف كان أمامه هو قتل دايجل. وبنروح لأونيون اللي بتتعرض لهجوم قطاع طرق ولحسن الحظ بمر تايها وبوقف هجوم المغتصبين بعديها بينهار أمام أونيون. وبنرجع لإيبوك اللي بيطلق النار على دايجل وبصيبه في راسه فوقع على الأرض وكأنه ميت. لكن سرعان ما بعطي تعليمات للجنرال تشوي ووانغ سون للقبض على مطلق النار. في هاي الأثناء بتعطي الجاري تشو لإيبوك إشارة إتمام المهمة من الأسفل. بينزل من مكانه وبيخفي البندقية وسط حزمة من العصي. بينطلق تشوي ووانغ سون في اتجاهين منفصلين في مطاردة الجاني. بينتهي الأمر بوانغ سون بالمرور بجانب إيبوك لكنه ما بشك إنه العبد المتواضع هو مطلق النار الخطير. بيلتقي تشوي ووانغ سون أخيرا في وجهتهم المستهدفة لكنهم غير قادرين على القبض على الجاني. في هاي الأثناء وفي كهف مجاور لمعبد صغير في أعالي الجبال بتعالج أونيون جرح تايها. بيعيدوا حلمه مرة أخرى إلى ذكريات زوجته وابنه لكن هاي المرة خلال حرب المانشو. واجه جنود تشينغ بينهبوا منزله وبدأ في القضاء على العديد منهم للوصول إلى جثة زوجته وابنه. بيقوم بتغطية كتف زوجته المكشوف وبيعرف إنها تعرضت للاغتصاب قبل قتلها وبيغضب لأنه وصل بعد فوات الأوان. وفجأة أدرك إنه ابنه لسه بتنفس فبيحمل الطفل وبإصرار وقوة متجددة بيلتقط تايها سيفه وبيقاتل المزيد من غزاة تشينغ. وعلى الرغم من تفوقهم العددي بشكل كبير ومع وجود ابنه مقيد على ظهره لكنه بيهزمهم واحد تلو الآخر لغاية ما بيهزم آخر عدو له. وبفك رباط ابنه ليكتشف انه مات. وفي ثواني معدودة بتحول تعبير تايها من الفرح والارتياح للصدمة ثم الانكار ثم للقبول والحزن المطلق. بنروح لهوانغ اللي بكون متزوج من ابنة المستشار المصابة بالشلل الدماغي وبحكي للمستشار انه تايها كان بيدعي العرج والمستشار بكلفه بالقبض على
تايها، لكنه برفض بحجة انه ما بيقدر يترك تدريب العسكريين. وبنعرف السبب لرفضه، بيسترجع ذكريات حرب المانشو لما اصيب اثناء القتال مع غزاة تشينغ، لكن تايها بنقذ حياته وبرفض انه يتركه وراه، ووعد تايها بانه راح يرد له هذا الدين بحياته بيوم من الايام. والمستشار بيستخدم هروب العبيد من اسطبلات الحكومة ذريعة لادخال هوانغ السجن للضغط عليه، وبيستدعي دايجل وبيعرض عليه مبلغ 500 يانغ للقبض على تايها حي او ميت بشرط خلال شهر، والا راح يدفع حياته الثمن. باخذ دايجل المال وببدا الفريق رحلة القبض على تايها، وسونغ تايها واونيون متخبيين بمعبد على الجبل. بتركها تايها في المعبد وبتقص شعرها لتقديم قربان لذكرى وفاة حبيبها دايجل السنوية العاشرة اللي لساتها معتقدة انه مات في الحريق. بيصل الرجل اللي اخوها كلفه باحضارها ورجلين للمعبد لاستعادة اونيون، وبداوا في اخذها بالقوة، لكن تايها برجع في الوقت المناسب مع شوية حركات سهلة بفقد الثلاثة وعيهم. بيصل دايجل للمعبد وبسأل الراهب عن تايها اللي انكر انه شافهم، وصورة بتشم ريحة نسائية. وبرجع دايجل بيسأل الراهب عن اونيون، الراهب بلتف حول الاجابة من خلال التظاهر بالقلق على روح دايجل، ودايجل بدوره بطلب من الراهب انه يقلق على حاله بس. بتتبع الثلاثة أثر تايها وأونيون لضفة نهر، في الوقت اللي سونغ تايها وأونيون أخذوا مركب ليجتازوا للضفة الثاني من النهر. بيستعد دايجل لإطلاق السهم على تايها وأونيون، لكن تايها رصد دايجل على ضفة النهر وتحرك بسرعة أمام أونيون لحمايتها. كل اللي شايفه دايجل إنه تايها بيحمي رفيقته. وقف مؤقتا ونزل القوس، برد دايجل بسحب القوس للخلف وبطلق السهم. بتصدى تايها السهم بسيفه، وبطلق دايجل السهم الثاني والثالث، وفي كل مرة بصد تايها السهم بسيفه، بينما بتحرك تايها والمركب ببطء في اتجاه مجرى النهر وخارج نطاق تسويب دايجل. بيحكي تشوي انه المسافة من هاي لا يمكن امساكهم. برد عليه دايجل لو ما مسكناهم المرة هاي راح نمسكهم المرة الجاي، وبقرر يلحقهم عن طريق البر. وتايها بيجبر صاحب القارب يرجع سباحة بدون القارب لتفويت الفرصة على دايجل بعبور النهر باستخدام القارب. وبوصل صاحب القارب لضفة النهر وهو فرحان بالإنجاز اللي عمله مع وصول البنت اللي استأجرها زوج أونيون، وبترد تحكي لصاحب القارب المسكين ارجع سباحة وجيب لي القارب. وبحط دايجل خطة محكمة لمطاردة تايها، وبتحركوا بالخيول، وبركب دايجل سورة خلفه على الحصان. بيقضي تايها وقت طويل بالركض عبر الجبال الوعرة مع أونيون، وهي في ثياب الحداد البيضاء، ما فيش ذرة وسخ على ملابسها، وشعرها مصفوف حتى بعد أسبوع كامل على الأقل من السفر بدون شامبو أو بلسم. على كل حال أونيون تعبت وبطلت تقدر تكمل. بدرك تايها إنه أونيون وصلت لما هو أبعد من نقطة التحمل إلها، وبوافق على إنهم يستريحوا. وهسه وقت السؤال والجواب، مين هو تايها؟ بدها أونيون تعرف. ومين الأشخاص اللي على ضفة النهر وكانوا بطردوهم؟ تايها المليان بالأسرار بتجنب يحكي الحقيقة، وزعم إنهم بطردوها هي. بيستفيق بيك الشخص اللي أرسله أخو أونيون من الغيبوبة، وبسأل الكاهن عن الشخص اللي ضربهم، فبحكي له الكاهن انه ما بيعرفهم. بيهددوا اذا مخبي شيء راح يخلص عليه. بيجاوبوا الكاهن بكل حكمة وقلبه مليان بالايمان، لو حصل اللي بتحكيه بكون مقدر ومكتوب. وبس يلف ظهره برمي المسبحة وبحكي بشرف بطل تقدر اتحمل. كل شوي ولا هو حدا ناطلي من هالهمل، بدي اعرف اعبد بوذا، بدي اعرف اعبد بوذا منيح. بروح المستشار لهوانغ في السجن، بجس نبضه اذا لان للامر ولا لا. ما برد عليه هوانغ، وبستذكر الاحداث اللي تورط فيها مع المستشار وكيف ضحك عليه واغراه انه يكون بمثابة ابنه اذا تزوج بنته، اللي بيكتشف ليلة العرس انه معها شلل دماغي. بنرجع لتايها وهو بقطع افرع الشجر لتجهيز فراش تنام عليه اونيون. وعلى بعد عدة اميال دايجل والفريق بقرروا المبيت وتجهيز الطعام. مع حلول الصباح بيستيقظ تايها وبيلاقي مجموعة من قطاع الطرق محاصرينهم، وواحد منهم مثبت أونيون، وزعيمهم بيطلب من تايها يطلع كل اللي معاه وإلا راح يقتل أونيون. وتايها بلمح البصر بكومهم على الأرض، وزعيمهم بنزل على ركبه بيطلب الرحمة من تايها بطريقة كوميدية، وبتعطيه أونيون الخريطة اللي وقعت منه. وبشوف الأمير الصغير، وبتنتقل الأحداث لجزيرة جوجو اللي انتشر الطاعون في القرية، وبتم وضع الموتى لحرق جثثهم لمنع انتشار المرض. بنشوف 3 رجال من الشرطة المحليين بيلعبوا لعبة النرد، والأمير سيوك بيبكي. ولكن من الغريب انه الشرطيين ما بيعروا اي اهتمام. وبنلتقي بشخصيتين، الاولى هي سيدة بتخدم الامير الصغير وبتجيب مياه عذبة للطهي والشرب، والثاني هو كنستابل كواك اللي بيحاول يقنعها لتتزوجه، وبحكي لها ضيعت عمرك بهالمكان المهجور وانت بتعتني بطفل حقير. بتحكي له انت ما عندك ذرة انسانية ومش غريبة عليك لانك خنت قائدك. الحكي هذا برجع بذاكرته، وبنعرف انه هو اللي خان الجنرال سونغ تايها من خلال الاعتراف بالكذب تحت التعذيب من قبل المستشار والايقاع بسونغ تايها.
سونغ تايها بيعرف اونيون انه محتاج للوصول لتشونغ جو عشان يقابل معلمه ووضع خطة لإنقاذ الابن الأخير لولي العهد. تدرك أونيون إنه راح يتعين عليها إنها تنفصل عنه، وهذا هو معلم تايها اللي كان المستشار اليساري واستقال واستلم محله لي يونغ المستشار الحالي. بيكتب رسائل بحبر سري وخادمه ببلغه إنه سونغ تايها مطارد من صائدي العبيد ورجال مجهولين وصائدي الجوائز وجنود قيادة التدريب العسكري وحتى صائدي الجوائز الخاصة اللي تعاقد معهم وزير الدولة اليساري نفسه لي يونغ. بيجمع الرجل العجوز الرسائل المكتوبة بالحبر السري وبطلب من خادمه إنه يرسلها. معهم أقل من يومين للقيام باللي بخططوا له سواء وصل تايها ولا لا. وصلت أونيون وتايها أخيرا لنزل على مفترق الطرق، ومن هناك رايحين يهربوا في اتجاهين منفصلين. في المساء بتسأله إذا متزوج أو عنده أولاد، بيستذكر زوجته وابنه اللي ماتوا. بيسأل تايها عن حب أونيون الشخص اللي هربت أونيون من زوجها عشانه. ترجع أونيون بأحداث تلك الليلة المشؤومة. الأخ الأكبر لأونيون قتل عائلة دايجل وبدأ في إحراق جميع المباني. بيكتشف الأخ الأكبر إنه أونيون بتكن مشاعر تجاه دايجل وبيعتقد إنه عمل معها علاقة، فرجع للمنزل وضرب دايجل وجرحه بالمنجل مباشرة قبل ما تنهار الأخشاب المولعة على دايجل. وكل هذا بيحدث أمام أونيون اللي بتشوف حبها بموت امام عينيها. بيوصل دايجل وفريقه للنزل اللي بكون تايها واونيون غادروه من دقائق، وبسال دايجل صاحبة النزل عن صاحب الصورة. بتحكي له اجى بالليل بصحبة امرأة. بيتفق مع فريقه يتجهوا بثلاث طرق منفصلة، واذا حدا تمكن من امساكهم يطلق سهام نارية بالجو، وبتركوا سورة مكانها. بتنتبه سورة انه في حصانين خلف المنزل، بتاخذ حصان وبتلحق دايجل. بتفاجأ دايجل بوجود سورة وبمشيها معه. بسياق الحديث بتحكي له هذول اغبياء لانهم تركوا الخيول وراحوا مشي. بيعرف دايجل انهم انخدعوا ولا يزال تايها واونيون في النزل. بلف وجه الحصان وبرجع للنزل. سونغ تايها بيطلع من تحت النزل وبحط ذانه على الارض، وعرف انه خطته فشلت وانهم راجعين. بروح باتجاه الحصان وبطلق الحصان وبتخبوا ورا صخرة. وبوصل دايجل للنزل وبحط ذانه على الارض وبسمع صوت حوافر الخيل وبيحكي انهم اتجهوا ناحية الشرق، وبقفز مرة ثانية على حصانه لمواصلة المطاردة. ولما بصل لعند الحصان بحس السرج بلاقيه بارد، بدرك انه تم خداعه مرة ثانية. بيرسل اشارة الى تشوي ووانغ سون ليجتمعوا، وتايها بحكي لها اعتقد انهم بطردوني انا. بتحكي له انت حكيت لي انك مش هارب من حدا. بحكي لها انهم بطردوني بس انا مش هارب من حدا. وبحكي لها بدنا نهرب عن طريق الجبال. بيعرف دايجل محاولة تايها للتضليل، واعتقد انه الطريقة الوحيدة للحاق بتايها هي معرفة المكان اللي بتوجه له. لهيك قرر دايجل الذهاب للمكتبة المحلية وببحث في السجلات عن ماضي تايها. وتايها واونيون بيواصلوا رحلتهم عبر الجبال. بتوقف تايها للحظة بينما بتستمتع اونيون بالمناظر الخلابة. بدرك تايها انهم سلكوا الطريق الخطأ ولازم يرجعوا. تسأل اونيون هم الجنود بيضيعوا. الاحراج بدفع تايها للبدء في اقتباس الامثال لشرح اللي صار معه، واللي بيجعل اونيون تضحك ضحكه مكتومه مرتين على تبريره وطبيعته الجاده. بصل دايجل واللي معه للمكتبه وبيدعي دايجل انهم مسؤولين من الحكومه. وبعد ساعات من البحث في السجلات عثر دايجل وتشوي اخيرا على المعلومات اللي كانوا يبحثوا عنها، وبنتعرف على السبب اللي ادى لانزلاق تايها الى العبوديه. كان تايها ضابط في الجيش رفيع المستوى لقياده التدريب العسكري. لما توفى ولي العهد الامير سوهيون تحدى تايها الامر الملكي بانهاء فتره الحداد، واللي كانت بتستمر عاده لمده 3 سنوات، وتم تخفيضها ل3 أيام. وكان تايها مستاء وبده يكمل ال3 سنوات، والمستشار لفق له تهمة سرقة الحبوب المملوكة للدولة. وبعد التعذيب باعتراف كونستابل عليه حكم عليه بالعبودية. بيلاقي دايجل انه من الغريب السماح لتايها انه يعيش في حين انه الجريمة كانت بتستحق بالتأكيد عقوبة الاعدام. بنشوف بعد هيك انه تايها كان مجرد حجر شطرنج في خطة لي يونغ لإزاحة المستشار الدولي ايم يونغ في مقابل الحفاظ على حياة سونغ تايها. ووافق ايم يونغ على التنحي ليحل محله لي يونغ ويرجع لمسقط رأسه في تشونغو كمواطن عادي. فبدرك دايجل انه وجهة تايها لمعلمه القديم اللي هي مدينة تشونغو. وبنطلق دايجل وفريقه لتشونغو وبتوقفوا عند مسكن احد سكان الريف بالقرب من الطريق. وهاي المرة بكونوا متنكرين كضباط من العاصمة للبحث عن المجرمين. بيسأل العجوز اذا شاف الشخص اللي بالصورة، وبجاوب العجوز بالنفي. بأمر دايجل الرجل العجوز بمنح تايها ورفيقته السكن اذا وصلوا، وينبه السلطات المحلية. والصورة بتحكي لدايجل انت محتال، ليش بتدعي انكم من الشرطة؟ وبورجيها شرط الشرطة السرية كمان. بحكي لها هاي ادوات بتساعدنا بعملنا كصائدين عبيد. وانغ سون بحكي طيب لو مسكت الشرطة تايها شو رح نعمل؟ بحكي له الكلاب عمرها ما رح تمسك نمر. وبنرجع لهوانغ اللي رضخ للمستشار وتنفيذ اوامره بقتل اوم يونغ المستشار القديم وولي العهد الامير الصغير وسونغ تايها. بروح لزوجته اللي كتبت له ورقة وبرميها وبحكي ما فهمت اشي منها مجرد خرابيش. تحكي انه ابوها رجل شرير وما تمشي وراه. بحكي لها
برضه ما فهمت وبتركها وبروح، وبلقي نظرة على والدته من بعيد وبودعها بانحناءه وكأنه بحكي لها سامحيني على اللي بدي أعمله. بيوصل سونغ تاي هاو وأونيون للقرية وبطلبوا سكن من الرجل العجوز اللي بتذكر تعليمات دايجل، وبوديهم لمستودع الحبوب ليباتوا فيه وبتسلل ليبلغ السلطات. تحكي له أونيون عن اسمها وإنها من عائلة كيم من جيوني. تاي ها عدد لها أشخاص من عائلة كيم، لوهلة أصابها الذعر لأنه بيعرف عائلة كيم وممكن يشك إنها مش من العائلة. بتسأله عن عائلته، بحكي لها إنهم ماتوا بغزو المانشو، وهي بتحكي له إنه حبيبها أنقذها من الموت في الغزو. بحكي لها بما إنه حبيبك مات ليش ما تنسيه وتعيشي حياتك وتتزوجي؟ بتحكي له منحته قلبي وما لحدا غيره، النساء عكس الرجال بتحب بكل عواطفها. وفجأة بتوصل السلطة المحلية وبدهم ياخذوهم للاستجواب. بهزمهم تاي ها بسهولة وباخذ صفارة واحد من الجنود، وبنروح لهوانغ اللي بدخل على اوني جي هو وبيعرض عليه يشتغل معه وبيرفض. بيعرض عليه 200 نيانغ وبثقل عليه وبرفض كمان. طيب 300 لا، طيب 500 نيانغ. بحكي لاصحابه رحبوا معي بالسيد المبجل. بنرجع لتاي ها واونيون اللي بمجرد وصولهم للمدينة بيشوفوا نقطة تفتيش. بيخترع عليها تاي ها انهم ينفصلوا ويلتقوا خارج نقطة التفتيش، ولو تم ايقافها بنصحها تاي ها بالتصرف وكأنها مجنونة، وبعطيها صافرة الشرطة في حالة احتاجت لطلب المساعدة. توصل نقطة التفتيش ومن الخوف بتهرب وبيلحقوها ومسكوها وبدهم يجروها للمكتب. خلصت عليهم يون جي اللي كلفها زوج اونيون باحضارها. وسونغ تاي ها لما سمع صوت الصافرة حضر للمكان وجرح يون جي اللي هربت من المكان بسرعة. وكانت اونيون بترتجف من الخوف. بيحكي لها غمض عيونك وفكر باكثر شخص بتحبيه. طبعا راح تفكر بدايجل وبنشوفها انها مسكت الحجر اللي محتفظة فيه. واخيرا بتتوسخ اوعيها، ولتمويه الدم تاي ها بخربش بالفحم على ردائها. وبتيجي لحظة فراقهم وبودعوا بعض، وبتلمح بك اللي بعثوا اخوها وبتتخبى منه. بيصل دايجل ورفاقه ضواحي تشونغو. بكلف وانغ سون بالمراقبة من فوق أسطح المنازل، وبقرب دايجل وتشوي من المنزل في اتجاهين معاكسين. بيصل هوانغ لتنفيذ الجزء الأول من مهمته، وسونغ تاي ها بيصل لمعلمه ليشوف إنه معلمه وأسرته بأكملهم مقتولين. وسونغ تاي ها بواجه هوانغ وببدأ القتال، وبكونوا متساويين في المهارة القتالية لغاية ما بدخل دايجل المعركة وبتدور معركة ثلاثية شرسة بيناتهم. ووانغ سون الشاب الوسيم دائما رزقته قدامه وسحر جماله ما بتقاومه أي بنت إلا المرة هاي. بعد مجهوده باستمالة البنت الغلط هاي مكافأة، وبك بلمح اونيون وبتستغيث بصافرتها. وبخضم المعركة الثلاثية بنضم الجنرال تشوي ضد هوانغ ودايجل ضد تاي ها، لكن تاي ها بنسحب لتلبية نداء اونيون. وبستمر دايجل بملاحقته والاشتباك معه، لكن كل هم تاي ها يصل للمدينة وينقذ اونيون. ولما بيصلوا لوسط المدينة بيسلك دايجل شارع بديل ليقطع الطريق على تاي ها. وهاي اللحظة الحاسمة لالتقاء الثلاثة.